بيبدأ الفيلم بفيجي وهو مع صديقه باران في النادي، وكانوا بيلعبوا مع بعض لعبتهم المفضلة، ومن كتر حبهم في بعض كانوا بيتكلموا مع بعض ازاي يقووا علاقة الصداقة اللي بينهم. ووقتها باران فكر في الحل واقترح انه يكون بينهم نسب، وقال لفيجي ازاي يكون عندك اخت جميلة وانا عندي ابن وما نجوزهمش لبعض. بس فيجي قال له ان اخته قدامها دراسة وما يقدرش انه يجوزها دلوقتي، وباران عرف ان هو مش مستعجل وقال له خليها تخلص دراستها براحتها. وفيجي ده كان رجل اعمال كبير وغني جدا وسمعته كانت كويسة ومستحيل انه يعمل حاجة تخالف القانون. ولما راح علشان يبص على السفينة بتاعته العمال رحبت بيه لانهم كانوا بيحبوه، وهو كمان كان بيعاملهم كانهم اصحابه. وفجأة وهو ماشي في السفينة بيشوف اتنين من العمال بيرموا صندوقين من على السفينة جوه لانش، واللانش بياخد الصندوقين وبيجري في البحر. وطبعا اتضايق وراح لهم وقال لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا، وفضل يضرب فيهم ونده على قبطان السفينة. ولما سألهم مين دول ومين اللي شغلهم القبطان بيعرفوا ان دول تبع صاحبه باران، وهو اللي وصى عليهم بنفسه علشان كده اشتغلوا بدون ما نعرف عنهم حاجة. وانا فكرت من وقتها ان انت عندك علم بالموضوع. وفيجي اتعصب وفضل يضرب فيهم تاني وهو بيسألهم ايه اللي كان في الصندوق، ومن خوفهم من فيجي اعترفوا اللي كان في الصندوق ده افيون، وقالوا له اللي مشغلنا من زمان وقال لنا نعمل كده تحت اسمك ومن غير علمك هو صاحبك باران. وطبعا فيجي بيتصدم وما كانش مصدقهم في الاول لانه كان بيثق في باران وعمره ما كان يتوقع ان هو يعمل كده. واتصل على باران وباران راح له وخد ابنه معاه، واول ما دخل عرفه على ابنه وقال له ان هو خلاص خلص دراسة. بس وقتها فيجي ما اهتمش لكلامه ونادى على الرجالة بتوعه، اول ما باران شافهم اتصدم. وفيجي بيعرفه ان هو عارف كل حاجة وكان مصدوم في صديق عمره، وقال له انت استغليت اسمي في اعمالك القذرة وانا ندمان ان اعتبرتك صاحبي. ورغم كل ده باران من بجاحته كان بيدافع عن نفسه وبيغلط فيجي وبيعرفه ان هو كان لازم يعمل كده علشان يكون معاه فلوس والناس تحترمه. ووقتها فيجي اتاكد ان هو فعلا ندمان على صداقتهم دي، وكل اللي حصل ده كان قدام ابن باران وما كانش مصدق هو كمان ان ابوه عمل كده. وفيجي بيقول له انسى اللي كان ليك صديق اسمه فيجي، وكمان انسى ان ابنك يتجوز اختي لان مستحيل اناسب واحد زيك. وابن باران كان واقف مصدوم من اللي بيحصل وخد ابوه ومشي. وتاني يوم ابن باران بيشوف ابوه وهو جايب واحده معاه في البيت، ووقتها كان جاب اخره لانه ما كانش مستحمل اللي ابوه بيعمله. وتاني يوم والخادم رايح له بالفطار شافه هو شانق نفسه وبيجري على باران وبيعرفه ان هو شاف منظر مخيف لابنه، وباران بيجري علشان يروح يشوف في ايه. وطبعا كانت صدمة كبيرة ليه لما بيشوف ابنه هو مشنوق وبيفضل يبكي ويصرخ وما كانش مصدق اللي حصل. ولما بينزله بيلاقيه كاتب له ورقة قايل له فيها ان هو كان بيعتبره مثله الاعلى، لكن بعد ما عرفت حقيقتك انصدمت وتمنيت ان اكون ابن راجل فقير وما اكونش ابن واحد تاجر مخدرات زيك، وعشان كده قررت انه يموت نفسه. وقتها باران كان جواه بركان غضب من فيجي لانه هو اللي كشف سره لابنه وموت نفسه وما كانش شايف اي حاجة غير الانتقام منه. بعدها فيجي كان مستني مراته تولد في المستشفى، بس للأسف ابنه مات وقت الولادة، وكمان دي ما كانتش أول مرة. ومراته كانت زعلانة وفضلت تصلي وتدعي من ربنا، وكانت أمنية حياتها إن هي يكون عندها ابن. ولأن فيجي كان بيحبها كان على طول بيحاول يخفف عنها ألمها. بعدها بيجيله المساعد بتاعه وبيعرف ان هم عندهم مشوار مهم، ولما بيتحركوا بالعربية بيقابلهم شجرة كبيرة وبينزلوا علشان يشيلوها من الطريق، لكن بيطلع ان هم معمل لهم كمين وبيطلع عليهم رجالة باران. وفيجي كان مستغرب من اللي باران بيعمله، وباران بيقول له انت السبب في موت ابني ولازم اعاقبك وانتقم منك واقطع رقبتك وايدك لانك اهنتني قدام ابني وكشفت حقيقتي. وفيجي رد عليه وقال له انت السبب في موت ابنك مش انا، لانه لما عرف ان انت مهرب وخاين ما قدرش يتحمل نتيجة افعالك وموت نفسه، بس المفروض انت اللي كنت تموت مكانه. وباران بيتعصب وبيقول لرجالته تاخده علشان يقتلوه، وكان عايز ان هو يموته بنفس موتة ابنه، وامر رجالته ان هم ينفذوا حكم الاعدام عليه ويموتوه مشنوق. ووقت ما كانوا هيشد الحبل علشان فيجي يموت جه بسرعة واحد اسمه جاكي وضرب نار على الحبل وانقذ فيجي وفضل يقتل في رجالة باران. وبتبدأ المعركة بينهم وبيفضلوا يضربوا هما الاتنين في رجالة باران، وقدروا ان هم يمشوا هما الاتنين من غير اي اصابات. وبعدها فيجي عرف ان جاكي ما عندوش شغل وكمان مديون بايجار البيت، ولما عرض عليه فلوس جاكي رفض ياخد منه اي حاجة. وفيجي بيفرح لانه لقى عنده كرامة واخده يشتغل عنده. وفي اول يوم شغل ليه طلب من جاكي ان هو يقابل اخته شوبة في المطار، ولما نزلت شوبة من الطيارة فضلت تشتم في السواق لانها ما كانتش لاقياه، ما كانتش عارفة ان هو ساب الشغل ومشي وان جاكي جاي مكانه. وجاكي بيعرفها ان هو السواق الجديد وركبت معاه العربية ومشيوا. ولما وصلت البيت سلمت على مرات اخوها، ولما سألتها عن ابنها لانها كانت قايله لها ان هي حامل، مرات فيجي حاولت انها تغير الموضوع علشان ما تعرفهاش ان ابنها مات زي كل مرة. وبعدها بتروح لفيجي وبتسلم عليه وبتعرفه ان السواق الجديد ده مش بيعرف يسوق، وفيجي بيضحك وبيقول لها ان ده مش سواق وانه بيشتغل معاه في الشركة. بعدها جاكي بيروح شغله وكان منضبط جدا وبيعمل شغل كويس وكان بيخاف جدا على شغل فيجي، ولما كان بيشوف اي حد مش مظبوط في شغله كان بيمشيه على طول. ولما دخل لقى موظف سكران وهو في الشغل طرده من الشغل.
بعدها باران بيتصل بفيجي، ولما مرات فيجي هي اللي ردت عليه باران قال لها قولي لفيجي يحاول ينقذ اخته لان بعت رجالتي يقتلوها. وطبعا مرات فيجي بتكون خايفه عليها وزعقت معاه وحاولت اللي هي ترن على فيجي علشان تحكي له على اللي حصل، ولما ما عرفتش توصل ليه ما لقيتش قدامها غير جاكي وحكت له على اللي حصل وطلبت منه ان هو يلحقها. وجاكي بيطمنها وبيوعدها ان هو يفضل معاها ويحميها، وعلى طول بيروح لها بسرعه وفعلا بيجي واحد مجرم علشان يقتل شوبة، لكن جاكي بيلحقها قبل ما يأذيها وفضل يضرب فيه وقدر ان هو ينقذها. لكن الغريب انها فكرت ان جاكي بيعمل كده علشان يقرب منها ويتعرف عليها اكتر وانه متفق مع الراجل ده علشان يعمل كده. وجاكي بيستغرب من رد فعلها وتفكيرها وقال لها روح اسأل اخوك على اللي حصل وتتعرفي اني بريء. ولما فيجي جه شكره وقال له ان هو له الفضل في انقاذ اخته من المجرم ده. وبعدها شوبة غيرت وجهة نظرها في جاكي وعرفت ان هي كانت ظلماه وبدأت ان هي تتصل بيه وخرجوا مع بعض لحد ما قربوا من بعض اكتر وحبوا بعض هما الاتنين. ولما المساعد بتاع فيجي بيشوفهم بيروح يحكي له على اللي حصل وعرف اللي هم على علاقه ببعض، وفيجي بيتصدم لما عرف وطلب منه ان هو ما يحكيش لحد على اللي عرفه. وجاب شوبة وعمل لها مفاجاه وكانت عباره عن مجسم لقصر كبير وعرفها ان هو هيبني لها قصر زي ده وهيكون هديه جوازها. ولما عرفته ان هي بتحب جاك وعايزه تتجوزه فيجي اتعصب وقال لها مستحيل تتجوزوا راجل زي ده. وشوبة فضلت تترجاه كتير لانها كانت بتحبه لكن فيجي كان مصمم على الرفض. وبعدها جاب جاكي وعرفه ان هو اتصدم فيه وانه كان مفكر ان هو اخ ليه ودخله بيته وامنه على مراته واخته، وقال له ان هو رافض تماما ان هو يرتبط بشوبة لانه مش هيقدر يعيشها في نفس المستوى اللي هي كانت عايشاه. وعرض عليه فلوس وطرده من الشغل وقال له ابعد عن اختي وبيتي. وجاكي ما كانش مصدق اللي سمعه وقال له انا فكرتك مختلف عن كل الناس الاغنياء، وعرفه ان هو بيحب اخته ومش هيبعد عنها مهما حصل. وراح لشوبة وعرفها ان اخوها رافض جوازهم لاني فقير وطلب منها ان هم يهربوا ويتجوزوا ويبعدوا عن اخوها وفلوسه. لكن طبعا شوبة بترفض وبتقول له انا مستحيل اهرب واجيب العار لاخويا، وطلبت منه شويه وقت وهي هتحاول تقنع اخوها تاني. وكان وقتها في جي مستخبي وراهم وسمع كل الكلام اللي دار بينهم. ولما اتاكد ان جاكي بيحب شوبة فعلا انه مش عايزها علشان فلوسها وعرف كمان ان اخته بتحبه اكتر من اي حد طلب من جاكي ان هو يسامحه وقال له انا موافق على الجواز وبيجوزهم لبعض في نفس اليوم ده. وتاني يوم شوبة بتصحى من النوم ومبتلاقيش جاكي جنبها، وكان وقتها بيفتكر أعز أصدقائه وبيطلع إن أعز صديق ليه هو قمر ابن باران اللي موت نفسه بعد ما عرف اللي أبوه بيعمله. وفضل يفتكر إزاي كانوا قريبين من بعض وبيرجع بالذاكرة شوية قبل سنة عدت بعد ما ابن باران خلص دراسته ورجع الهند. ولما عرض على جاكي اللي هو يروح معاه جاكي طلب منه ان هو يسبقه وبعدها يحصله. ولما رجع دور على شغل واشتغل مع واحد اسمه غبتة في شركة شحن. ولما خد العربية علشان ينقل البضاعة طلعت على الشرطة وفتشت العربية ولقت فيها مخدرات واتقبض عليه ودخل السجن. وبعد ما قضى عقوبته وخرج من السجن كان باران واقف مستنيه وقال له ان هو ابن قمر صاحبه. ولما جاكي سأله فين قمر خده وراح عند قبره وعرفه انه صاحبه مات. وجاكي كان هيتجنن من زعله على صاحبه. ولما سأله مات ازاي باران كدب عليه ومرضاش يحكي له على اللي حصل وقال ان هو كان بيحب بنت اسمها شوبة وهي ضحكت عليه. ولما راح يتقدم لها رفضت ان هي تتجوزه ومن حبه فيها اتصدم وموت نفسه وقال له انت لازم تنتقم لصاحبك وتجيب له حقه منها. وبتطلع ان كل دي تمثيلية جاكي عاملها على باران وشوبة علشان ينتقم لصاحبه. وجاكي وعده ان هو هيخليها تشنق نفسها. بعدها باران راح عند فيجي وقال له مبروك على جواز اختك من مجرم. وفيجي انصدم وقال له جوز اختي مش مجرم، لكن باران بيأكد له اللي هو مجرم وكمان دخل السجن قبل كده. وطبعا فيجي ما كانش مصدق وطلب جاكي. ولما سأله انت كنت في السجن جاكي قال له ايوه. وطبعا فيجي بيتصدم وقال له انت لازم تطلق اختي دلوقتي لان اختي مستحيل تعيش مع مجرم زيك. وجاكي بيرفض وبيعرفه ان هو هياخد مراته ويمشي. ومن كتر ما هو كان عارف ان هو هيأثر على شوبة قالت لاخوها ان هي هتروح مع جاكي. وكده بتكون نجحت اول خطة لباران واللي بيكون الهدف منها ان جاكي ياخدها بعيد عن اخوها وكده هيكون سهل عليه اللي هو ينتقم منها. وطبعا فيجي بيكون متضايق جدا وبيدخل يكسر في القصر اللي كان عايز يبنيه لها من حبه فيها. ولما جاكي بياخدها وبيروح البيت بيكون بيت عادي جدا لكنها من حبها فيه كانت مستعدة تضحي بأي حاجة علشانه. وعلى طول بيبدأ جاكي في تنفيذ الخطة وهو انه يكرهها في حياتها وعيشتها لحد ما تفكر في الانتحار. وشوبة بتستغرب لما بتلاقي قدامها انسان تاني خالص غير اللي هي حبته. وجاكي كان بيسيبها بالايام في البيت لوحدها من غير ما يروح لها وهي كانت ساكتة ومستحملة لانها بتحبه لحد ما في يوم لقيته داخل البيت ومعاه واحدة وحاولت ان هي تمسك نفسها وبينت ان هي مش متضايقة وكمان رحبت بيهم كأنهم ضيوف عندها. وجاكي بيستغرب من رد فعلها اللي هو ما كانش متوقعه وبتقدر بكلامها انها تضايق البنت دي وتمشيها. واكتفت بس ان هي تعرف جاكي ان هو مش متجوز واحدة عادية.
ولما راحت المعبد علشان تصلي شافت اخوها ومراته ومعاهم طفل صغير، وبتعرف ان اخوها خلف وبقى عنده ابن بعد العمر ده كله. ولما قربت منه علشان تبوسه اخوها منعها، ومرات اخوها زعلت وقررت ان هي تروح لها البيت. وتاني يوم فعلا خدت ابنها وراحت لها من غير ما فيجي يعرف، واتفاجئت لما دخلت عليها البيت وشافت العيشه اللي هي عايشاها. وشوبا رحبت بيهم وسلمت على الولد وراحت تعمل لهم شاي. ومرات اخوها استغلت انها مشغوله في المطبخ وسابت لها فلوس من غير ما تشوفها. ولما جاكي جه وشوبا حكت له ان مرات اخوها جات لها وادت لها فلوس، راح لفيجي البيت بس فيجي ما كانش موجود في الوقت ده، وفضل يزعق لمراته ورمى الفلوس في وشها وسابها ومشي. ولما فيجي بيشوفه راح سأل مراته جاكي كان بيعمل ايه هنا. ولما مراته حكت له على اللي حصل فيجي اتضايق اكتر، لان عرف ان اخته متبهدله ومش لاقيه حتى تاكل، وقال لها انا نفسي اخرجها من العيشه اللي هي عايشاها دي، بس اديكي شايفه هي اللي بتحبه ومش عايزه تسيبه. بعدها المساعد بتاع فيجي بيعرفوا ان باران عنده شحنة مخدرات كبيرة في المستودع بتاعه، وفيجي راح بنفسه ودخل المستودع وبدأ ان هو يدور بنفسه على المخدرات. ولما ملقاش حاجة دخل عليه باران وهو بيضحك، وبيطلع ان كل ده كمين، وان هو اللي خلى المساعد بتاعه يقول كده علشان يجي هنا. وباران بيعرفه ان خطته نجحت وبيقول له انت هيتقبض عليك دلوقتي، لان رجالتي بيحطوا في عربيتك شنطة مخدرات، وانا بعلاقاتي هقدر اثبت ان جاكي شريكك، وبما انه كان مسجون قبل كده في قضية مخدرات هيصدقوا ويتقبض عليكم انتوا الاتنين، لان كده الادلة كلها هتكون كاملة. وبتدخل رجالة بران وبترفع السلاح عليه لحد ما الشرطة تيجي، لكن فيجي بيقدر ان هو يضربهم ويجري. ولما طلع لعربيته الشرطة بتكون جت، بس بعد ما قبضت عليه وفتشت العربية ما لقتش حاجة. وبران بيتصدم ان المخدرات مش موجودة، والشرطة وجهت له تهمة البلاغ الكاذب، وما كانش عارف ازاي الشنطة خرجت من العربية. وبعد ما فيجي مشي قابل دروكا، ودروكا ده الراجل السكران اللي هو كان بيشتغل عنده، واللي جاكي كان طرده لما شافه وهو بيشرب خمرة في الشغل، وقال له انا شفت رجالة بران وهما بيحطوا شنطة المخدرات في العربية وقدرت ان انا اشيلها قبل ما الشرطة توصل. وفيجي بيشكره وقال له انت انقذتني من مشكلة كبيرة. بعدها شوبا كانت بتحاول ان هي تغير من جاكي وترجعه زي الاول، وفي اليوم ده كان عيد ميلادها وبتطلب منه ان هم يفتحوا صفحة جديدة، لكن جاكي قال لها انا بتمنى انك تموتي. وشوبا استغربت وقالت له انا عملت فيك ايه علشان تعمل فيا كده، وبتفكروا ان هي سابت القصر اللي كانت عايشه فيه وسابت اخوها نفسه علشان تيجي تعيش معاه هنا. ليه حاسه ان عملت فيك حاجه وعايز تنتقم مني؟ وجاكي قال لها بما ان النهارده عيد ميلادك تعالي نخرج شويه. وشوبا استغربت وفكرت ان هو اتغير وخرجت معاه. وفي نفس الوقت كان فيجي جايب هديه لاخته وعايز يروح يوديها، لكن وهو ماشي كان خايف ان جاكي يطرده، وقعد على السلم وفضل يبكي ان هو معاه هديه اخته مش قادر يديها لها، ومراته كانت على طول معاه وبتخفف عنه. وفي نفس الوقت شوبا كانت خارجه مع جاكي علشان تحتفل بعيد ميلادها، وكانت مفكره ان هو واخدها يفسحها، بس اتفاجئت ان هو وداها المقابر. وطبعا استغربت وسالته انت ليه جايبني هنا؟ وجاكي بيعرفها ان ده اكتر مكان بيرتاح فيه، والقبر اللي قدامك ده في اعز صديق ليا. وفضل يحكي لها ان هو موت نفسه علشان كان بيحب واحده خاينه، وطلع صورة قمر من جيبه ووريها لها. وشوبا كانت مستغربة ليه بيحكي لها الكلام ده، وقالت له ان هي ما تعرفوش ولا عمرها شافته، وده فعلا لانها ما كانتش شافت قمر ولا مرة. وطبعا جاكي بيفتكر ان هي بتكذب وقال لها انت السبب في موته لان انت البنت اللي هو حبها وخانته. وشوبا قالت له تاني ان هي ما تعرفوش وان ما حبتش في حياتي غيرك، لكن برضه جاكي ما كانش مصدقها، وفضلت تترجى فيه وتتحايل عليه وتعرفه ان هي دي الحقيقة. لكن جاكي رفض وطلب منها انها تمشي من هنا وما تورولوش وشها تاني. وشوبا سابته ومشيت وهي مقهورة بسبب حياتها اللي اتدمرت، وبدأت ان هي تفكر في انها تموت نفسها. وجاكي حس ان هو قدر ينتقم لصاحبه، وفضل يكلم قمر وقاله البنت اللي كانت السبب في موتك هتموت هي كمان زي ما انت مت بسببها. وفجأة لقى غبطة بيبص عليه ويراقبه، وغبطة ده كان هو اللي دخله السجن ظلم في قضية المخدرات. وجاكي فضل يجري وراه لحد ما مسكه، وفضل يضرب فيه بكل انتقام لانه دخل السجن ظلم بسببه. ولما سأله ليه عملت كده غبطة قال له ان هو ملوش دخل باللي حصل. وفجأة سمع صوت ضرب نار، ولما بص لقى باران بيقول له انا اللي خليته يعمل كده، لان اللي حصل ده جزء من الخطة اللي انت كملتها بعدها. وجاكي كان مستغرب وما كانش فاهم يقصد ايه. وباران قال له انا كنت عايزك تكون مجرم علشان اكمل خطتي وانتقم من فيجي علشان رفض يجوز اخته لابني وذلني قدام ابني وكشف سر لحد ما ابني موت نفسه. وجاكي بيعرف ان هو اللي كان السبب في موت ابنه وان شوبا ملهاش اي ذنب. ولما باران بيعرف ان شوبا هتموت نفسها بيفضل يضحك وبيكون مبسوط ان خطته نجحت وخد حق ابنه. وجاكي بصله وهو غضبان وفضل يضرب فيه بكل انتقام. ولما رجالته جم فضل يضرب فيهم هما كمان لحد ما باران بيجي من وراه وبيخبطه بحديدة على دماغه وبيفقد وعيه. وفي نفس الوقت كانت شوبا متأثرة بكلام جاكو وقررت ان هي فعلا تموت نفسها، وجابت شوية أدوية وخدتهم كلهم. وبعد شوية جاكي بيفوق وبيروح لها علشان ينقذها، بس للأسف على ما وصل كان جالها حالة تسمم. ولما حاول ان هو يفوقها معرفش وعلى طول خدها وراح المستشفى. وبعد ما اتعمل لها غسيل معدة عدت مرحلة الخطر واتكتب لها عمر جديد.
وجاكي دخلها واتأسف لها بعد ما عرف قيمتها، وحكى لها على كل اللي حصل وعرفها ان هو بيحبها بجد، ووعدها انهم من النهارده هيعيشوا حياة سعيدة. وبعد ما خرجوا من المستشفى الاخبار وصلت لبران ان شوبا لسه عايشة، وكان متضايق ان خطته فشلت بعد كل اللي عمله ده، وكمان كان قلقان جدا لان كده جاكي ممكن يتحد مع فيجي ضده، وما كانش قدامه غير انه يخطف كل عيلة فيجي. بعدها داروكا بيروح لفيجي وبيعرفوا ان بران خطف مراته وابنه واخته، ووقتها كمان جاكي عرف ان شوبا اتخطفت، وراح عند بران البيت بس بران ما كانش موجود، وقدر يعرف المكان اللي مخبي شوبا فيه. ولما بيطلع بيلاقي فيجي بيضرب عليه نار، وقال له لولا انك جوز اختي كان زماني قتلتك دلوقتي وانتقمت منك، لان انت السبب في كل اللي حصل ده. وكان مفكر ان جاكا هو اللي خاطفهم، لكن جاكا بيقسم له ان هو ملوش دخل باللي حصل، وانه كان جاي هنا علشان ينتقم من بران بعد ما ضحك عليه. ولما قال لفيجي ان هو عارف مكانهم ما كانش قدام فيجي غير ان هو يصدقه ويثق فيه، وبيروح معاه علشان ينقذوهم. واول ما بيوصلوا بران بيفضل يضحك وقال لفيجي يرمي سلاحه لاما هيقتل ابنه قدامه. ولما فيجي رمي سلاحه كان عايز يحرق ابنه بالسيجاره، وبيوري له مراته واخته هما متربطين، وبيعرفوا ان دلوقتي جه وقت الانتقام لابني، بس قبل ما بيقتلهم بيقدروا ان هم يضربوا رجالته ويقتلوا فيهم. وفيجي بيتصاب من واحد منهم وبيفضل ماسك ابنه وهو بيضرب فيهم، وبيجي اتنين وبيمسكوا فيجي، وفيجي بيندى على جاك علشان يجوا ينقذوا، وبيحدف له ابنه وبيلحقوا قبل ما يقع، وفيجي بيضربهم وبتقوم العركه بينهم لحد ما بيقدروا هما الاتنين انهم يقتلوا كل رجاله بران. وكده بران بيكون بقى لوحده، وبعدها بيكتفوه وبيحطوه على الترابيزه، وفيجي بيولع السيجاره وكان عايز يحرقه بيها زي ما كان عايز يعمل له في ابنه، وبيفضل يحرق بها وشه بكل انتقام لحد ما داروكا بيجي وبيجيب الشرطه وبيقبضوا عليه، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو اول مره تتابعني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد هنزله. وما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام ولايك لصفحتي على الفيس وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.